مش صدفة إن رجال الجيش والشرطة ورجال الدين في كل العالم كلهم بيغطوا راسهم، مش علشان الشمس، لكن لأن الرأس هي العرش، والملك لا يترك مكشوفا. من أيام الفراعنة لما الملوك لبسوا التيجان كانوا فاهمين إن الرأس مش مجرد عضو، دي مركز القرار، بوابة الروح، المكان اللي منه بتبدأ كل أوامر الحياة. ولما تغطيه كأنك بتعلن سيطرتك على ذاتك، تقول لنفسك أنا المتحكم، مش الهوى ولا الفوضى. دان براون بيقول إن الإنسان صنع الرموز قبل ما يصنع الكلمات، وغطاء الرأس من أقدم رموز القوة، مش علامة خضوع لكن إعلان سمو. القبعة في الجيش، العمامة على رأس رجل الدين، كلها أدوات نفسية ترفع مقام الإنسان في عيون الآخرين. سنتيمترات قليلة في الطول لكنها أمتار في الهيبة. اللي فوق الرأس مش قماش، ده سلطة بصرية. الملوك لبسوا التيجان علشان يبانوا انهم اطول من الشعب، ورجال الدين لبسوا العمائم علشان يبانوا اسمى، والجنود لبسوا القبعات علشان يبانوا اجرأ. كلها رموز بتقول انا فوق الفوضى، فوق الهوى، فوقكم. حتى في مصر زمان الراجل كان استحالة يخرج من بيته من غير الطربوش، لو فاكرين. ما كانش بيعملها علشان الموضة، لأ، لكن علشان يحافظ على صورته، على وقاره. كان عارف إن الرأس المكشوفة بتكشف ما هو أعمق من الشعر، بتكشف غياب الانضباط. ولما الطربوش اختفى، اختفى معاه شيء من الهيبة، من احترام النفس، من المبدأ، من الشكل اللي كان بيخلي الراجل راجل. النهاردة بقينا نشوف رؤوس مكشوفة وأفكار تايهة، أزياء غريبة وتسريحات بتصرخ شوفوني بدل ما تهمس احترموني. غطاء الرأس مش بس زي، ده رمز سلطة داخلية، إشارة إن العقل محمي والقيمة فوق الموضة. مش مهم الشكل، المهم الرسالة، إنك تقول من غير كلام أنا منضبط محترم. اللي بيغطي راسه مش بيخبي شعره، ده بيصون رمزه.